This is Sparta! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة مع حفني. أهلا وسهلا بحضراتكم. وصلنا للحلقة اللي هنتكلم فيها الفصل بين السلطات. يعني إيه فصل بين السلطات؟ دي من أهم الحلقات السهلة جدا جدا بإذن الله، وهتكون بسيطة. هنتكلم فيها مع بعض وهنحكي مع بعض يعني إيه فصل بين السلطات. هنرجع مع بعض فلاش باك شوية لورا علشان ما ننساش من بعض، وهنبتدي نتكلم ونفكركم ونفكر نفسنا معاكم ان احنا معانا 3 سلطات. السلطة الأولى كانت السلطة التشريعية، يجي ورا منها التنفيذية، يجي بعد منها القضائية. السلطة التشريعية هو المصدر الوحيد للتشريع، معهاش حد، ما بيتكلمش معاها حد، هي المسؤول الأول والأخير للتشريع. بتدي التشريعات بتاعتها وتبتدي تنطلق مع السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. بنتكلم مع بعض في حكاية سلسة جدا جدا للجميع، هنشرحها مع بعض في كبسولة بنقدمها لحضراتكم. بتيجي السلطة التنفيذية بتقول لكم يا جماعة أنا عندي برنامج بيقول 1 2 3 4، تمام؟ بتعرضوا على مين؟ بتعرضوا على السلطة التشريعية اللي هو اسمه مجلس النواب. بيروح هناك ويعرض البرنامج، اداله الموافقة، قال له جو اون اتفضل اشتغل، بيبتدي ينطلق ويشتغل. ما بتتدخلش السلطة التشريعية في الموضوع خالص إلا في الضرورة القصوى. ليه؟ لأن بتيجي آخر السنة تقدم السلطة التنفيذية حاجة اسمها كشف حساب. بتقدم بتقول أنا عملت 1 2 3، يا بيتجدد لها الثقة يا ما بيتجدد لهاش. فلما بتقدم البرنامج بتاعها وتخلصه وتقدمه للناس، بتبتدي من هنا السلطة التشريعية تراقب وتشوف وتعاين. ما تتدخلش غير بحاجة اسمها طلب إحاطة، أو حاجة اسمها بيان، يكون بيسموه عند أهل السياسة وأهل العلم، بنتكلم في حاجة اسمها أمور مستعجلة اللي تخص الضرورة القصوى للمواطن. طب والسلطة القضائية بتاخد التشريعات من السلطة التشريعية وتبتدي تفصل وتتكلم وتروح. طيب لو السلطات الثلاثة اختلفوا مع بعض، حصل في دروب دخل بيننا وبين بعض، بيتراجع الأمر لحاجة واحدة بس اسمها المحكمة الدستورية. هي اللي تقول لكل واحد ستوب، انت هنا غلط. ليه؟ لأن احنا عندنا دستور هو اللي بيحط الإطار العام اللي بيقول للسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية كل واحد منكم إطاره فين. يا رب أكون قدمت الفكرة ببساطة بسهولة لحضراتكم، وما ننساش إن تعليقاتكم واقتراحاتكم واستفساراتكم مهمة جدا لينا. كمان المتابعة على القناة على اليوتيوب برضك شيء مهم لينا، بيدعمنا جدا. الاشتراك في المنصات اللي احنا بنعلن عليها برضك حاجة إيجابية. الأهم عندي ودوت اللي بيشجعني وبيشجع فريق العمل اللي شغال معانا، إن الكومنت اللي انت بتحطه إذا كان بالإيجاب أو بالسلب بيدينا احنا دعم، بنخلينا كمان نعمل عندنا إصرار إن احنا نقدم حلقات تانية. أشوفكم الحلقة الجاية مع حفني.